السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم الدرس الثاني من شروحات نظام التعلم على 3D. أخوكم بالله خالد مدرع. لا تنسونا من صالح دعواتكم. طبعا الدرس إن شاء الله بسيط جدا وسهل. هاي رسومات زي ما انتم شايفين، رسومات بسيطة جدا. أنا حضرتها لكم عشان يعني تشوفوا طريقة سلسة ونختصر كثير من الدرس، ونركز على الأمور الصغيرة مثل هاي وصديقتها. عفوا نوزع معي هذا التصميمات. نيجي نشرح الدرس. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كبداية أنا أعمل الدائرة. الدائرة هاي حابب أعملها برواز. يعني طبعا بتكلم بلغتنا احنا كأهل الأردن، وإن شاء الله بتفهموها، لكن من خلال مشاهدة راح كل واحد يفهمها. ممكن يكون عنها كورنيش أو إطار. الآن لو أجينا نركز على هذا الموضوع، هذولا الرسومات راح أنزل خط وهمي عشان نبلش في هذا الموضوع كقياس. هذه بتحدد ارتفاع التصميم اللي انت بدك اياه. اعطتني 10 ملم. طبعا انت بتقدر تتحكم فيها زي ما بدك، بس على مبدأ الشرح مش اكثر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بنضغط على الدائرة هاي مع شيفت، نختبر الشكل هذا، بنروح على الامر اللي هو الويف وزت، نضغط عليه. طبعا انتم ملاحظين في اوامر بسيطة جدا ومعظمكم بيعرفها، لكن على كل حال شرحها ما هوش الاشي المهم كثير. بنقولها اوكي. لو رحنا على 3D نشاهد شو اشتغلنا، راح تلاحظوا معي طلع هذا الشكل اللي هو الشكل اللي احنا اخترناه. خليني ارجع واختار دي والغي الشكل هذا، واظل اختار برضو الدائرة نفسها، واختار التصميم الثاني، هذا الشكل الثاني، وبنقولها اوكي. وبنلاحظ كيف الشكل نشاهده على 3D. الموضوع سهل جدا في المواضيع هي. طبعا احنا ما دخلناش لسه موضوع ال 3D بمعنى كلمة 3D، هذا يعتبر مزح بال 3D. زي ما شايفين الموضوع سهل جدا. بدي اعتمد هذا الشكل انا واخليه، واجي للشكل الثاني هذا واختار الشكل هذا، اقول له اوكي اللي عملته قبل شوي، واجي على المربع هذا واختار برضه التصميم. طبعا بامكانكم تختار، بس احنا اختصار للدرس يعني عشان ما نخش حجم معنا في الشغل. واختار المربع هذا، وايضا مش صغير عفوا، واختار الشكل الثاني واقولها اوكي، واختار الشكل هذا واقولها اوكي. لاحظوا معي الاشكال كيف طلعت معنا. شغلة بسيطة ولطيفة وبنت ناس ومحترمة ومش محتاجة لأي ذكاء. يعني أتمنى من الله تكونوا انكم استفدتوا من هذا الشرح. هو شرح بسيط مش كثير، لكن بحب أوصلكم المعلومة واحدة واحدة. طبعا احنا لو اجينا هسه بدنا نعرف الارتفاع تبعنا. طبعا احنا عندنا ارتفاعين، لكن مبدئيا الارتفاع بدنا نحدده من الامر هذا. تلاقي 12 ميل. 12 ميل هي الرسمة الاخرى اللي هو الشكل هذا، والدائرة عفوا الشكل الثاني راح يكون 10 ملم. اتمنى من الله القدير اني اكون وفقت بالشرح. اخوكم بالله خالد بدرع. لا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.